يا مساء الخيرات والمسرات على أحلى متابعين. حكايتنا النهاردة عن فيلم نادر ومثير بطولة الفنانة سهير رمزي. عاوزين تعرفوا هو فيلم ايه وايه قصته ومين أبطاله وايه تفاصيل الحكاية؟ تعالوا معايا. حكايتنا النهاردة عن فيلم نساء تحت الطبع من بطولة سهير رمزي وحسين فهمي وعادل أدهم ونجوى فؤاد. بتدور قصة الفيلم عن ليلى أو النجمة سهير رمزي اللي بتحب ابن خالتها أحمد أو النجم حسين فهمي، وفي نفس الوقت بتستولى عصابة على شنطة ألماس وبتحاول تهربها. رئيس العصابة هو طلعت أو النجم عادل أدهم بيحط خطة لتهريب الماس عن طريق تزيين فستان تلبسه فتاة وتسافر بيه. بيتعرض على عشيقته زيزي أو نجوى فؤاد إنها تلبس الفستان ده، لكن بيرفض وبيقع اختياره على ليلى الفتاة البريئة، وبيخلي زيزي تتعرف على ليلى وتعزمها في منزله، وبيقوم بالاعتداء عليها ويوعدها بالجواز وتضطر إنها توافق. بيجهز طلعت فستان الفرح أو الفستان اللي فيه الماس عشان تلبسه ليلى وتسافر بيه، وتتوالى أحداث الفيلم وتتصاعد في هذا السياق.